السلام عليكم متابعينا. من منا لم يشاهد على الأقل مقطعا من البرنامج الاجتماعي وشراك الذي يقدمه الصحفي هشام بوغوفا، ويلاقي نجاحا كبيرا لأنه يعالج قضايا اجتماعية حساسة في المجتمع الجزائري كالطلاق والتخلي عن الأبناء والخيانة وغيرها من الطابوهات. لكن أن يصبح الصحفي هشام بوغوفا هو موضوع حصته هذا لزم التركيز جيدا، حيث فجر الصحفي الاستقصائي كما يصف نفسه المسمى أمير ديزاد فضيحة من العيار ثقيل، عندما نشر عبر التيك توك فيديو لهشام بوغوفا يغازل ويتلفظ بكلمات مخلة بالحياء لامرأة عبر هاتفه النقال. وادعى أمير ديزاد بأنها إحدى النساء المتزوجات التي استضافها في حصته، مما سبب لها مشاكل اجتماعية كبيرة. لكن الغريب في الأمر أن هشام عبر منصة اليوتيوب قدم حلقته دون أن يرد على الاتهامات أمير ديزاد، لكنه كان مرتبكا ومنع التعليقات على غير عادته في انتظار حق الرد حتى يبرئ ذمته لجمهوره. شكرا متابعينا.